السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض المبروم او الكسكسي زي ما بيقولوا. احنا بنقول عليه مبروم. في البحيرة طبعا كل الناس عارفة كده. في المحافظات التانية ليه اسماء تانية، وفي الدول العربية ليه اسماء تانية. بس احنا بنقول عليه مبروم. تمام. بيتباع طبعا في السوبر ماركت ويتباع في المحلات. هنعمله بمنتهى السهولة مع بعض، بس يا ريت لأول مرة يزورني في القناة ما ينساش يضغط اشتراك حبايبي. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا حبايبي، اهم حاجة هنجيب نوع الدقيق فاخر او متعدد الاستخدامات، او لو انتي بتطحني غلة طبعا انتي عارفة، اللي هو رقم واحد للحاجات دي بيبقى حلو جدا. هتعملي بقى منه مبروم، هتعملي منه مخروطة، اي حاجة من الحاجات دي بتبقى حلوة اوي. بصوا بقى، انا هنا نخلت الدقيق، اعملي كمية اللي انت عايزاها. آه، جبت ازازة وحطيت فيها مية عادية خالص من الفلتر، وزي ما انتوا شايفين كده بتنزلي المية شوية بشوية صغيرين. انا خرمة الغطا بتاع الازازة علشان ينزل لي المية بسيط. ايدي بقى التانية فردة صوابعي وبتلف في قلب الدقيق، ايدي فرداها في قلب الدقيق، وبفضل الف كده في الدقيق لحد ما الاقي الدقيق بتاعي بقى عامل زي الحبيبات كده زي ما انتوا شايفين. انا مقربها لكم اهو علشان تشوفوه كويس اهو. بصوا الدقيق بتاعي بقى كله عامل زي الحبيبات كده. انا بقى هنا دي الحلة بتاعت المخروطة والمبروم والحاجات دي. انا حطيت فيها مية من تحت، اهم حاجة تحطي المية اقل من نصها، وكل برضو ربع ساعة كده او تلت ساعة تبصي على المية علشان ممكن تحتاج ان انتي تزودي المية. بس لما تزوديها تزوديها مية سخنة علشان المية ما تنشفش معاكي والحلة لا قدر الله يعني يحصل لها اي حاجة. تبصي كده على المية بتاعتك كل ربع ساعة، ممكن تحتاجي ان انتي تزودي لها مية. وبنحطها على اعلى عين على البوتاجاز نار عالية. هجيب بقى الغربال بتاعي او المنخل، او لو ما عندكيش استخدمي بقى المصفى ديت. انا المنخل بتاعي بايظ عندي من زمان، فبقيت استخدم المصفى دي حلوة جدا، وخلتني استغنيت عن المنخل خالص. بصوا، بقيت اجيب بقى شوية كده من البلاستيك اللي انا عاملاه، وافضل اعمل فيه كده لحد ما ينزل كله معايا من المصفى زي ما انتوا شايفين اهو. بفضل اهز كده فيه لحد ما ينزل اي قطع كده تقابلك افركيها بايدك. ولو لقيتيها طريت معاكي قوي، هاتي شوية من اللي انت عملتيه تحت اللي على الصينية ده اللي احنا نزلناه، هاتي شوية منه وحطي حطيه في قلب المصفى وافركي بيه القطع اللي هي مكتلة معاكي. تمام. اعملي كده كل الكمية زي ما انت شايفة كده، شوية بشوية. اي شوية تلاقيهم مكتلين معاكي هاتي من اللي انت نخلتيه تحت وافركي بيه، هينزل كله معاكي. بصوا خلصنا كل الكمية اهو. جبت بقى المصفى بتاعتي، ممكن تحطيه كده. انا بقيت احطه كده صراحة. الاول كنا بنجيب قطعة قماش كده، وكنا بنفردها الاول في المصفى، وبعدين ننزل بالمبروم بتاعنا او المخروطة اللي هما الاتنين نفس الطريقة. بس المخروطة طبعا بتبقى محتاجة المكنة وبتحتاجة نشابة، يعني بتحتاج ادوات تانية غير المبروم خالص سهلة عنها. بصوا بقى، طبعا انا هحطها على البوتاجاز لمدة قد ايه. بصوا انا بقول لكم يعني ان احنا كنا بنستخدم دي الاول، بس صراحة هي ليها مشكلة ان هي بتعرق معاكي يعني. انا رفعته بقى حطيته على البوتاجاز كده لمدة تلت ساعة تقريبا. بصوا بقى، دي كوباية لبن وعليها معلقة ملح، دوبتها كويس مع بعضها. بصوا بقى، نزلت كل كمية المبروم بتاعي اهو. المبروم بتاعي سخن طبعا، فجبت اي حاجة كده علشان يعني اوزع اللبن بيها. الاول تديه تقليبه كده حلوه علشان لو في اي تكتلات تفك معاكي. بعد كده هتجيبي اللبن او ميه، لو ما عندكيش لبن حليب استخدمي ميه عاديه خالص وعليها معلقه ملح، وهنوزعها كويس جدا. وعايزه اقول لكم بقى ان ديت خطوه مهمه جدا جدا جدا
في تسوية المبروم، هي دي اللي هتخليه طعمه حلو ويستوي معاكي كويس. تمام. هوزعها بقى كويس جدا. انا طبعا وزعتها ولقيت الكمية بتاعتي لسه محتاجة، فجبت شوية مية وزعتهم على المبروم بتاعي. طيب انا اعرف ان هو استكفى منين؟ لما الاقي الحبيبات بتاعته كده لونها اختلف وما بقيتش ناشفة في ايدي كده. بصوا انتوا هتعرفوا اول ما بتنزلوه بتلاقيه ناشف، لما بتحطوا عليه اللبن او المية بتلاقي اللون بتاعه اختلف معاكي، تحسي ان هو طري معاكي. فاهمني؟ انا بقى هجيب برضو كل الكمية اللي انا حطيت عليها اللبن والملح، اعملها في المصفى تاني. لازم تعمليها في المصفى تاني. تمام. المصفى ديت احنا بنعمل فيها المبروم بتاعنا 3 مرات. اول مرة لما بنيجي نحطه على البوتاجاز، تاني مرة دي بعد ما رددناه باللبن او المية، يعني بعد ما حطينا عليه اللبن بتاعه والملح او المية والملح ورددناه كده، هنرفعه بقى كده لمدة لمدة ساعة. لازم ياخد ساعة كاملة على البوتاجاز. هننزله تاني من على البوتاجاز ونحط له بقى السمنة بتاعته. استخدمي اي نوع سمنة انت عايزاها، ويفضل طبعا نوع جيد، لان هو هياخد بقى الطعم بتاعه من السمنة بتاعته. هنوزع السمنة كويس جدا بقى في المبروم بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وهنجيب برضو المصفى بتاعتنا ونعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. نصفيه كده في المصفى، واي قطع تقابلك افركيها. بس بقى في الخطوة ديت يعني استخدمي معلقة او حاجة لانه بيبقى سخن. تمام. بصوا هنحطه بقى في المصفى. لو عايزة تحطيه تاني 10 دقايق على البوتاجاز مفيش مشكلة. عايزة تقدميه كده، يا ريت حبايبي لو الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك للقناة. ممكن بقى تاكلوه كده مع يعني احنا صراحة بناكلوه مع اللحمة والفراخ والبط والحاجات دي. تمام. ممكن بقى لو عايزة تعمليه حلو تحطي عليه سكر بودرة وتحطي عليه مكسرات وزبيب ولبن زي ما انت عايزة. بصوا شكل المبروم بتاعنا. اتمنى ان هو يكون عجبكم. متنسوش تضغطوا اشتراك.